ليه؟ لا بجد والله ليه؟ السؤال ده انا سالته لنفسي كتير قوي بعد ما شفت كل الكومنتس اللي كانت على الفيديوهات اللي فاتت، اني بقالي اسبوع ما بنزلش اي حاجه. يعني قعدت ابص الكومنتس كتير قوي واسال نفسي ليه. ممكن الحاجه اللي تخلي حد ما شافنيش قبل كده ما تعملش معايا دايركت، مفيش مواقف معينه جمعتنا مع بعض ويحس ان هو افتقد وجودي. اصل الحاجه الوحيده اللي انا عملتها هما كانوا 4 أو 5 فيديوهات بس، وكلمة وحشتينا أو افتقدناكي دي كلمة كبيرة قوي عن إن حد ممكن يقولها وهو مش حاسس بيها. ده خدني لإجابة واحدة بس، وإن أي حد بيحب حد أو بيوحشه بيفتقده، يعني بيبقى أثر فيه بشكل أو بآخر، ملا حتة كانت موجودة فاضية ما كانش حد عارف يملاها، ومثلا حب طريقة معينة من خلاله، عمل أي حاجة بحيث إنها تكون أثرت في الشخص ده. فده بقى خدني لسؤال أعمق: تأثير. ازاي ممكن حد يأثر في شخصية حد لدرجة ان هو يفتقده او يوحشه؟ يعني ممكن اعمل ايه علشان اكون شخصية مؤثرة وعشان اللي قدامي يحس ان انا شخصية مهمة ويفتقد وجودي؟ الحقيقة ان الاجابة على السؤال ده ما كانتش تنفع تكون اجابة مترتبة، يعني ما كانش ينفع يكون خطوات معينة نمشي عليها عشان نكون ناس مؤثرين. ان كل واحد جواه حاجة معينة ممكن يكون من خلالها شخص مؤثر. لما قعدت مع نفسي كده سألت نفسي هل كل الناس ممكن تكون مجمعة على انها تكون شخصية مؤثرة في حاجة معينة؟ يعني خطوات معينة ممكن أقولها لكم علشان انتوا تكونوا شخصيات مؤثرة، مثلا علشان لو دخلتوا حياة حد بشكل جديد تقدروا تخلوه يتعلق بيكوا وتأثروا في حياته. لقيت انه لا، مفيش إجابة مترتبة ممكن تخليني أقنعكم انكم تكونوا شخصيات مؤثرة. الحقيقة ان دي حاجة بتطلع تلقائي. كل واحد فينا عنده ملكة ممكن يكون من خلالها شخص مؤثر. يعني مثلا في ناس بتحب تسمع قوي، فلو انت قاعد او محاط بناس معينة نفسها تتكلم او تتناقش، وانت هتكون الشخص الوحيد اللي بتسمع وبتركز كمان في الكلام، فانت هتكون شخص مؤثر من غير بقى ما تكون جادجمنتال وتحاول تقول حلول وتتكلم. ناس بتبقى عايزة تسمع بس، فلو انت عملت ده في حياتهم انت هتكون شخص مؤثر ويفتقد وجودك. في ناس تانية عندها آراء، يعني مثلا انا لما خدت رأيك في مشكلتي وانت اديتني حل للمشكلة دي، رحت نفذت رأيك بالظبط، المشكلة بتاعتي اتحلت، انت بالنسبة لي هتكون شخص مؤثر وهلجأ لك كتير قوي في مشاكل جاية، لاني هبقى واثقة جدا في اختياراتك. انت لو شخص دمك خفيف في القعدة وبتحب تضحك وتقول افيهات وتعلق على المواضيع بشكل ساخر، فانت هتكون شخص مؤثر. عدم وجودك في القعده هيبقى فيه افتقاد، والناس هتكلمك تقولك ان القعده بايخه قوي من غيرك. لو انت شخص مثقف فانت هتكون شخص مؤثر، لان ببساطه في اوقات كتير قوي بنبقى محتاجين حاجات ما احناش عارفينها، واجابات لاسئله كتير مش منطقيه ممكن تكون بتدور في دماغنا، معلومات ممكن تجيلنا بسبب شغل معين او بسبب وضع معين او بسبب موقف معين مش هينقذنا فيها غير الشخص المثقف اللي دايما بيقرا وبيدور وبيبحث. النيرد ده في وسط الشله دايما بيبقى شخص مؤثر. لو انت شخص حنين وبتكير اباوت كل الناس اللي حواليك فانت هتبقى شخص مؤثر. وجودك في المكان وانت شخص حنين بتخاف على كل اللي حواليك، بتحاول تاخد بالك منهم في ادق تفاصيلهم، وبتهتم باكل ده وشرب ده وصحة ده ووضع ده الاجتماعي ووضع ده المادي، فانت هتبقى شخص مؤثر. لان في ناس كتير قوي بتبقى مفتقدة الشخص الحنون في قصتها، وبتبقى دايما بتدور على حد يهتم بيها او يحاول يدور على حاجات تبسطها. ولو انت شخص مسؤول وقيادي انت شخص مؤثر، لان في اوقات معينه كده بنبقى محتاجين حد يساعدنا ان احنا نقود حياتنا بشكل معين، يعني يوجهنا كده لو احنا محتارين، ويعرفنا الطريق اللي ممكن نمشي فيه لو احنا مش حاسين ان احنا قادرين ناخد القرار دلوقتي. فببساطه مفيش حد ممكن يقولك على معادله معينه او قاعدة معينة ممكن تمشي عليها عشان تكون شخص مؤثر. لو انت دخلت حياة ناس للمرة الأولى ومحتاج تكون فيها شخص مؤثر علشان الناس دي تتعلق بيك وتفضل معاك، انت مش محتاج غير انك تكون نفسك، انك تدور على الحاجة اللي جواك وتطلعها بشكل طبيعي. ان اكيد انت وسطهم هتكون شخص مميز. محتاج تصطنع قواعد معينة، حد يقولك على معايير معينة تمشي عليها عشان الناس تحبك. انت محتاج تكون شخصيتك بشكل طبيعي، بدون اصطناع، بدون تزويق، بدون اي حاجه خالص. انت كمان مش محتاج فيديو يوتيوب ولا تيك توك عشان يقولك ازاي تكون شخص مؤثر، انت اصلا شخص مؤثر. الحقيقه ان الكومنتس بتاعتكو دي كانت اكبر اثبات على انه اي حد ممكن يكون شخصيه مؤثره في حياه اي حد. يمكن بس الحاجه الوحيده اللي هقولها لك هو انك لو موجود اصلا وسط ناس مش حاسين بقيمتك ولا حاسين ان انت مؤثر في حياتهم، يبقى كان اختيارك للناس من البدايه هو اللي غلط. العيب مش فيك، العيب في اللي حواليك. حاول تختار الناس اللي مقدرين وجودك في حياتهم بأبسط حاجة ممكن تقدمها لهم. فببساطة دور على الحاجة اللي تخليك مؤثر جواك، ما تخليش حد يقولك تبقى مؤثر ازاي. انت جميل.